بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم في مطبخ شيزان تاج الدين. دلوقتي هنعمل عجينة البيتزا، والبيتزا من الاول للاخر. وعندي ملح، عندي 50 جرام زبدة، معلقة خميرة، عندي زعتر، ملح، سكر، ونزلت بنص المية، والمية بتكون دافية معاكي. وبعدين عندي كيلو دقيق، وعندي معلقة، وعندي 50 جرام، عندي 50 جرام زيت زيتون، ونزلت بالدقيق وهقلبها. والمية بتكون دافية، لو انتي في الشتاء بتخلي المية دافية، لو في الصيف بتعجنيها عادي. الاول بس بتدوبي المكونات مع بعض، الخميرة والسكر والملح. لو متوفر عندك العجان مفيش مشكلة. لو عندك اللهم صل على النبي، لو مش متوفر عندك العجان عجينة على ايدك مفيش مشكلة. لفيها كويس وزودي المية. انا بنزل المية يعني ايه، شوية بشوية، بحيث اطلع العجينة اللي ما تكونش يابسة قوي، يعني ما تكونش ناشفة جامد ولا تكون طرية، تكون متوسطة لينة في ايدي اعرف اشكلها. اعجنها كده والمها. المتاح عندنا نشتغل فيه طبق عجين مفيش مشكلة. هنعقد نفسنا ليه؟ ربنا يصلح الحال ويصلح ما بين ايدينا يا رب. يا رب كل حاجة اقدمها تعجبكم. عجينها كده، بصي، ايوه كده. تسيبيها لغاية ما تنعم خالص، تقعدي تلتي فيها كده لغاية ما تنعم وما تشبكش في ايدك. اول ما هي ما بتخرج من ايدك كده خلاص العجينة ارتاح. اغطيها بكيس بلاستيك واسيبها تستريح وتخمر. العجينة الفورية بتاخد، هعمل صوص الطماطم. العجينة الفورية نص ساعة او ساعة بالكتير. واديها توم، عندي نص كيلو طماطم ضربته في الخلاط، اديته توم، اديتها زيت زيتون. انا هعمل صوص الطماطم السريع، ما بتكتريش المية بتاعته وانت بتضربيها في الخلاط. اديتها معلقة كمون، اديتها زعتر نص معلقة، اديتها معلقة سكر، معلقة ملح. لو عندك روزماري ناعم مفيش مشكلة، لو عندك صوص ريحان كله بيطعم وبيديها طعم وتست جميل. هو في كذا طريقة لصوص البيتزا بصراحة. في بتقطعيها وتدخليها الفرن على 4، وفي بتقطعيها وتحطيها في تسلقيها الاول وبعد كده تضربيها في الخلاط وبعد كده هقلبها. في كذا طريقة. بس انا هنا هلف البصل. نزلت بالزيت، هديله رشة ملح خفيفة، وهديله زعتر، وعندي فلفل متقطع. ممكن تعمليه فريش، ممكن تقطعي البصل جوليان رفيع خالص وتعمليه فريش. بس انا بتبله وبدي تيست كويس. تمام كده العجينة خمرت معايا، قعدت ساعة. هقطعها حسب الصواني اللي عندي. حسب حجم كل صينية عندي هقطعها على قدها. طويلة مفيش مشكلة، صينية طويلة مفيش مشكلة، مدورة مفيش مشكلة، المتاح عند حضرتك اعملي فيها.
الكيلو ما شاء الله عامل معايا شوية حلوين. ما تنسوش اللايك والشير وسبسكرايب، ويا رب يا رب كل فيديو اقدمه يعجبكم، وربنا يحسن ما بين ايدينا، وكل سنة وانتم طيبين. كده هفرد العجينة رشة دقيق خفيفة. عندك المردنة العادية، عندك النشابة العادية، عندك البكرة اللي هي النشابة اليدوية اللي بتروح وتيجي بتفردي بيها مثلا العيش او البيتزا، بتنفع معاكي. المتاح عند حضرتك تفرديها بايدك مفيش مشكلة. هي السمك بتاعها بيكون حوالي نص سنتي، وفي ناس بيحبوها اعلى من كده. هو المتوسط كويس، يعني نص سنتي كويس. لسه هتخمر وتعلى معانا. صينية بتكون مدهونة زيت، زيت خفيف خالص، عشان لو كترت الزيت هتنشف معانا او تلسع من تحت. سويها في فرن متوسط، درجة الحرارة بتاعته 250. لو الفرن هنا بفردها كويس واعملها بالشوكة، بحيث ما لما احطها في الفرن ما تعلاش وتتنفخ زي الرغيف، ما تقبش معايا. اسيبها ورا واعمل التانيين وافرد الباقي. افرد التانية معاكي. لو الفرن عندك بالشواية وبيشتغلوا الاتنين، الشواية بتشتغل مع بعض مع الفرن، ما تاخدش معاكي تلت ساعة. لو الفرن بيشتغل لوحده وبعد كده تطفيه وتشغلي الشواية، يبقى تسيبيها، تسيب الشبكة في الرف اللي بعد أرضية الفرن بالظبط، أول رف تفرديها كده، وبعدين تحطي الصينية على الشبكة، ما تحطهاش على أرضية الفرن مباشر، علشان ما تتلسعش منك وتشيط. وبعد ما تبدأ الجبنة تسيح معاكي ما تاخدش لون، تروحي جاية طافية الفرن وتشغلي الشواية. ما تاخدش 7 دقايق او 10 دقايق معاكي، وهتاخد اللون اللي انت عايزاه، لون الجريتان. هنا هعمل هنا ميني بيتزا للولاد للمدارس، بدل ما نشتري من بره وما تضمنيش النظافة ايه، والحاجة دلوقتي غالية فهتوفر معاكي. لو عملتي نص كيلو دقيق كل اسبوع للولاد زي كده، ميني بيتزا على حاجات كريب، على سندوتشات كريب، وتشيليه في الفريزر وتطلعيه وتديهولهم وقت وهم رايحين المدرسة، تطلعيه من بالليل والصبح تديهولهم، تسخنيه بس في الفرن. الكريب بتسخنيه في طاسة، البيتزا بتسخنيها في الفرن او في الميكروويف. مفيش، لو مش متوفر عندك الميكروويف تسخني في الفرن على الهادي. هنا هفرد التانية واكمل. عندك قطاعة، في قطاعات ستانلس، ممكن لو ما فيش عندك ممكن زي ما انا بعمل كده باي علبة او اي حاجة مدورة، هتضغطي عليها جامد هتنزل، هتطلع معاكي الشكل اللي انت عايزاه السهل. احنا بنستسهل الحاجة السهلة لينا ونعملها، المتوفر عندنا ونعمله. تمام كده. الرخامة ضيقة شوية معلش، عشان ايه. كده خلصت الميني بيتزا. اعملها بالشوكة نفس الحكاية زي اللي قبليها، وبعد كده القطعة التانية اللي هعملها في صينية،
اعملها صينية طويلة مربعة، دي بيتزا عادية. رش دقيق خفيفة، تديها رش دقيق خفيفة، ما تكتريش دقيق قوي بحيث تشرب الدقيق، لان لو حطيتي العجينة فيها دقيق هتنشف معاكي، تنشف جامد ما تبقاش طرية. دي هيمتص الرطوبة اللي في العجينة فهتبقى ناشفة معاكي. هنا بفردها على قد الصينية اللي عندي. عايزاكم تشجعوني بلايك جميل كده وكومنت حلو.